يو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. بارتي برجع لكم بمقطع جديد من الفرن. اليوم بنتكلم عن تعليقات السب. لي كم يوم ماني قادر انام من السب اللي جاني بصراحة. السب اشكال وانواع. الكبوبين فتحوا مزرعة سب في التعليقات. اول ما شفتها قلت جاد دام. المن فتحوا مزرعة سب في التعليقات. بنتكلم عن تعليقات السب. لي كم يوم ماني قادر انام من السب اللي جاني بصراحة. السب اشكال وانواع. الكبوبين فتحوا الكبابيون، من هم هذول الكبابيون؟ مزرعة سب في التعليقات. اول ما شفتها قلت جاد دام. مقطع ثاني فلوس مرة ثانية. you know what I'm saying. بس بصراحة حاب اخذ فرصة في البداية عشان اقدم اعتذاري لولا واحد. you know what I'm saying. اطلع 47 ريال من المقطع ذا اشتري افخر انواع المعصوب اللي 74. كم معك؟ كم مشاهدات؟ 6 مليون. طلع 74. على ما تضحك يا باب اليوتيوب. 47 دولار ايش اللي 74 دولار؟ 200 ريال مالك؟ اقل شيء معك 7000 دولار اقل شيء. اوكي ندخل مقطع الكباب ونحط اجدد التعليقات وندور. بعد 10 ساعة و3 دقيقة اللي عاملين نفسكم مسلمين وجايين تسبون الكوريين. ترى دين الإسلام فرض على المسلم احترام باقي الأديان والثقافات، وأنتم جايين تسبون الكوريين. لأن من غير أديان ومن غير ثقافة عندكم دليل إن كل الكوريين كفار؟ لا، ما عندكم لهيك وكل زعتر. واو، الداعية الخقة بنت الوصيم العالمي. What the shit is this؟ إيش الخطبة التعبانة دي؟ وليش خربتيها في النهاية زي كذا؟ أنت كأنك واحد يقول اتقوا الله. اتقوا الله يلعن جدكم كمان. ما ينفع. بعدين ما حتسب الكوريين. اي واحد يغلط على بلد كامل انسان غبي. احنا مشكلتنا مع بتس اعداء الامه. سكلولو تنكحيانا وخويانهم. اغانيهم ابو كلب، طقومهم ابو كلب، فيديوهاتهم ابو كلب. يستخدموا مكياج اكثر من الفازلين. حكمتي هي اي رجال يستخدم مكياج اكثر من الفازلين مشكوك في امره. هل بتس مشكوك في امرهم؟ نعم والله مشكوك صح. رفعت الجلسه. اما هو لانه ما عليك اي ملامه لما تنتقد هذول. دقيقة. والله الكبوبين كاي لقيت واحدة بتويتر تبرعت ب1000 ريال وكاتبة الصدقة عن سكلولو. على كيف أمكم انتوا؟ سووا عمرة عنه كمان. الحسنات ما تشتغل زي كذا ترى. انتوا انجنيتوا ولا ايش؟ إنا لله. خلينا نشوف التعليق اللي بعده. وجهك معفن. وجهي ما هو معفن. اوكي يعني شويه بس مو للدرجه دي. يا قافله عندي مشكله ابغى مساعدتكم. في ناس كيبوب يقولوا انهم من القافله. ايش اسوي؟ لا هذول نعتقهم. تقدر تحب الحاجه اللي تبغاها بس احنا بنسوي اللي نقدر عليه عشان نرجعك لطريق الحق. صح انه حب الكبوب ممنوع منعا باتا، بس دام انك في القافله هذه بدايه ترك الادمان ان شاء الله. شفت لما مدمنين التدخين يدخلوا جمعيه الامل عشان يتعالجوا زي كذا. بس اذا انت تحب الكبوب ادخل القافله، اتفرج على جلسات عن الكبوب وحبه حبه ايش تترك الحاجه المظلمه دي وراك ان شاء الله. دحين احنا بنشوف البنات فقط اللي بيحبوا هذول الكوريين. لا تقولوا ليش ان في ناس شباب يحبوا هذول الكوريين. ما بالله عنا، نحن نقول لهم نصلبهم صليب، نصلبهم يعني. ادور اللي ضحك بس ما ادري وين والله. انا ضحكت. ماي بوي مان. كفك يا رجال كفك. بتكرهوهم؟ اصلا طبيعي الشياطين بتكره الملائكه. على كيف. آه. كلام مثل الموت. يا اخي انا بين اشوف التعليق حقك يا بالتيوب واتمنى انهم التعليق هذول عندي. تعال شوف القناه عندي ايش على تعاليق يكتب لي. والله ان انا بضيح. انا احس ان فرعون وابو لهب والنمرود بعثوا لي الحياه مره اخرى في التعاليق وجوا يعلقوا عندي. شوف ايش على تعاليق يهدمين حياتك، يجنك اضطراب نفسي. هذول ما ينش تعاليق هذول. الله يرزقني من المعلقين اللي بيعلقوا عندك يا بارتيوب. الله يرزقني بس. تعال جي شوف القناه حقي، جي شوف الانستغرام حقي ايش على تعاليق. يشيبنش على الراس. شيبت انا من التعاليق وعدنا شباب. هذا مش انت تعاليق.
كم الهمل. جدكم هم ملائكة احنا شياطين. اذا انا ماني ملاك هم بيصيروا كيف؟ اسمهم سكلولو تنكحيانا ما ادري ايش، هذول بالقوه صاروا بشر بعد واسطات كمان. شت يا ماوس يا اكس واليه اكس وعاشق. فهمت الان لماذا كيم جونج اون فصل كوريا الشماليه عن كوريا الجنوبيه. والله من جد. كيم جونج جونج شاف بتس وقال هيلنا انا ابغى العالم تخاف مني ومن كوريا، تجي تقول ما جي جامع انا اركب صواريخ نوويه انتوا تركبوا احمر براطم. هيلنا شحط قطع البلد نصين. انا لو بداله بسوي نفس الشيء، جابوا له العار المسكين. يا لا شعر كوك بيعدد جميل كثيرا، ما بعرف من وين جايب هالسحر ما شاء الله عليه، مثل المغناطيس يجذب بأناقته الكل ما عدا الغيورين. يا عمري ما أهلاك، ضحكته أجمل من كل حياتي. هذه شكلها نفس اللي طلعت في الفيديو قاعد تبكي وتقول انها شافت شعر جنغلق ويجنن مرة، هذه هي نفسها. جنان بتس يعني مجنونة بتس. ترى شكلها سايكو يا اخوان، من جد اتكلم. بلغوا مستشفى الشهار حق المجانين. تخيل انت حطيت هيدن شولدرز وطالع الشارع تتمشى بامان الله وتشوفك دي تجيك جاريه تقول لك شعرك يجنن مره، الشحات تقطع بمقص تشيله البيت. هذه حاله خطيره لازم تتعالج، من جد اتكلم. بنغتان تنجح والكلاب تنبح. شت والله اقدم سبه في التاريخ. والله ما صدق هذول الكلام. أوبا كيف كنا نشوفهن 2013، يعني آخر موضة لهن 2015 آخر موضة. عاد هذول الأشخاص موجودين. هذه يمكن اول سب استخدمتها في حياتي. تلقى اخويا سب هزيم الرعد ولا شيء زي كذا، وانا قلت له هزيم الرعد ينجح والكلاب تنبح. ابو جهل كان يسبسب الشعب زي كذا، يعني اقل حاجه كنت اتوقعها اني القى سبات جيده عشان اسوي مقطع جيد. ما في سبات جيده، ما في اسوأ من السبات ذي الا اغاني بتس. الملوك ينجحون وباري وامثاله ينبحون. يا اخوان والله هذولا أتمنى من الله أن هذول المعلقين يجوا يعلقوا عندي في القناة. يا أخي تعال شوفوا المعلقين اللي بيعلقوا عندي، يهدموا حياتك، يدمروا نفسيتك. فوق هذولا مستمرين تعاليق، تحس إنهم خريجين سياسة، ما يرجم لك التعليق بس، يرجم لك تعليق لو ما يلحس دماغك لحس ويلحس نفسيتك لحس. والله ما ينفع كذا، ما ينفع كذا يا جودة الحلوة. السبة دي انتهى تاريخها في 2006. انزل لكم كتاب سبات جديدة ولا ايش؟ اخرب الشعب؟ لا تخلوني اسوي الحاجة دي. انت قليل ادب، وش الفائدة انك تتنمر؟ ترى في نهاية المطاف نار جهنم. هيا شوف الكبوب. الله العلامة، الله هذا المعلق هذا اللي علق لحاله الصدق. مين ذول؟ دخلوا أمة جهنم كاملة لأني تكلمت عن بتس. كويس الجنة والنار ما هي في يدكم يا رجال. كانت تسمع لا هذا شكله مو حلو ولا يدخل. المشاهبين كلهم كانوا بيتعرضوا للاضطهاد، أنا وكل خويانا كنا بنروح فيها. أذكر في المتوسطة كان عندنا حكمة في الكارتيل. الحكمة هي كل ما زاد جمالك كل ما قلت رتبتك في الكارتيل. قدمت كيف نبغى الطلاب يخافوا مننا وأشكالنا حلوة، عشان كذا كل واحد كان يجتهد عشان يكون أقبح واحد في الكارتيل. أقبح والله إنه صدق. عاد لما كنت أدرس كان في يعني مننا 3 أصحاب. واحد مننا كان يجي ويشم كوار أمانة، يدي لك الكلاب تشمه ويقع فيك الكلاب من شمها المعفن. عشان ايش يسوينا؟ من قد بلغوا انه يا ابن الحلال تحمم. شيء في المدرسة يا واد أشكالنا كانت أشكال أنابيب غاز بس زعابة ألف. لو واحد كذا بدأ شكله يتغير ويصير جميل مدرش على طول نتكلم معاه نناصحه ونحاول نرجعه لطريق القبح. ما حد بيخاف من واحد كيوت. بس الكلام ده زمان. الحين أنا يمكن أول ولا ثاني أحلى يوتيوبر، صدقوني ما عليكم. أنا حلو، اشتركوا في قناتي يا كبوبين ما عليكم. واو 11 دقيقة من السب للملوك وما قصفتهم بشيء حلو، وشوقة ما خسر عليكم حتى 3 دقائق بأغنية وطير جبهتكم. المهم بتس ينجح والكلاب قاعد نفس والله احس انه الكبوبين عندهم جروب واتساب يدافعوا فيه عن بتس وينظموا هجمات معينه ما ادري ايش. تجي القاعده حقتهم تقول اليوم بنمشي قناه باريتيوب ونكتب بتس ينجح والكلاب تنبح. هيا انطلقوا بتس ينجح والكلاب تنبح، بتس ينجح والكلاب تنبح. اي واحد يستخدم السبه دي تروح كل حقوقه، خلاص ما يقدر يتكلم في اي شيء. بعدين مين شو مو قدر قصف جبهه مين بالضبط؟ خليني اسمع ايش قال، يمكن من جد قصف جبهتي وبيخليني اراجع حياتي. يا مان شت يور ماوس. ما حد فاضي يسمع لواحد اسمه شوغا موغا. هذا ما هو اسم قهوه في ستاربكس اصلا. ما عند حاجه اصليه، كل شيء فشخات. ليش انا الوحيد اللي احس دمك ثقيل؟ ما انت الوحيد اللي تحس انه دمي ثقيل، في ناس كثير.
والله إن قد نتمنى إنهم يجوا يعلقوا عندي هكذا والله. بتحيلا لهم، هذول أطفال هذول، والله إن هذول شكلهم ما بلغوش، وإذا بلغوا لازم يتحاسبوا على التعليقات هذه. والله كلام كبير قسما بالله. ايش على التعالي كيوت لطيفين. عندنا قتلة، عندي في التعاليق قتلة خريجين سجون بيعلقوا لي انا من المركزي، من سجن المركزي يعلق عليه بعد اسبوع حكم اعدام، هو بيعلق لي بسفاهة. وين يا بارد جيوب يا بارد جيوب، وين التعاليق هذوك الذي يشيبين شعر الانسان وين؟ قالوا كذا. عشان كذا بديت اشك في الموضوع، مشيت سويت فحص وطلع انه دمي وزنه 4.5 كيلو جرام، يعني مره ثقيل. بس الشيء ده ما حيسبب لي مشاكل زي ما قال الدكتور، يعني you know what I'm saying. زبدة الموضوع الكباب لسه ابو كلب، قفل المقطع.